اوعي تكرهيني، بس لو ما بتعمليش كده السنه اللي جايه دي زي اللي قبلها واللي قبلها، وهتلاقي برضو نفسك واقفه في نفس النقطه ما بتتحركيش، لانك انت ما اتغيرتيش، داخله عليها نفس النسخه التعبانه اللي مش قادره تشيل يوم واحد كمان، مش سنه كامله جديده. وعمرك ما هتوصلي لاي حلم او هدف، مش لان الحلم صعب او بعيد، لكن لان النسخه اللي جواكي دلوقتي مش جاهزه انها تشيل، شايله حاجات قديمه كتير ومش جاهزه انها تبدا التغيير. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، ودي اول حلقه من سلسله بدايه جديده سنه جديده. والنهارده هفهمك ليه تعملي ريست قبل ما تبداي السنه الجديده وتعملي ريستارت، ازاي تنظفي وتروقي وتجهزي النسخه الجديده قبل ما تبداي بدايه جديده في السنه الجديده. زي بالظبط لما موبايلك يهنج عشان بقى مليان ومفيش عنده مساحه او اي مكان تلاقيه جديد، تقومي منزله عليه حاجات اكتر بالعافيه، والجهاز اصلا مليان مش قادر يشغل كل الحاجات دي. ده بالظبط اللي بيحصل معاكي اخر كل سنه، مشاعر متلخبطه، غضب وتعب مكبوت، علاقات مرهقه، خوف واقفلك في كل زاويه، حاجات كتير شتتاكي خداها معاكي، وعشان كده بتكوني تقيله دقي بس ما بتكمليش، بتحطي اهداف في كل سنه بتضر وتقفلي عليها، ولغايه دلوقتي ما وصلتيش ولا شفتي التغيير اللي قلبك وروحك عايزينه. قبل ما تحطي الاهداف، قبل ما تلزقي الصور على الفيجن بورد، في خطوه مهمه ما بتعمليهاش، تشيلي وتنظفي وتروقي، تفضي مساحه جديده جواكي للسنه الجديده، تطلعي المشاعر المتخزنه ومشتتاكي وبطلت تخدمي. لازم تعملي التنظيف دي لان السنه مش هتتغير لو انت واداء تصرفاتك ما اتغيرتش. وتابعي الحلقه الجايه انا اقول لك تنظفي ازاي. ولو عايزه تكوني متاكده من نتائج السنه الجديده بتكون السنه دي هي سنتك انت، احجزي مكانك معانا في ورشه لوحه الاحلام او الفيجن بورد 2026. فرصه تلحقي عرض البينك فرايداي قبل نهايه السنه، اكتبي لي 2026 وهنبعت لك التفاصيل. بس خلاص.